السؤال ده عايزني ارسم هرم رباعي، ومديني البيز بتاعته. قال لي ان هي مكونه من A B C D، وقال لي ان البيز بارل للهوريزونتال موازيه للمسقط الافقي. طب دي ممكن استفاد منها ايه؟ هو انا لو عندي حاجه موازيه للمسقط الافقي، وليكن ده المسقط مثلا الافقي، والقلم ده موازي للمسقط الافقي، ما دام موازي لازم الزد هنا تكون قد الزد هنا، نفس الارتفاع. لو انا غيرت اي حاجه في الارتفاع هلاقي ان القلم ما بقاش موازي ايه للمسقط الافقي. واحنا كنا قلنا قبل كده ان المسقط الافقي فهو مكون من ايه؟ من واي واكس من غير زد. يعني انا لو قلت لك ان القلم ده بيقع على المسقط الافقي، والمسقط الافقي اصلا ما فيهوش زد، اذا الزد بزيرو. وبالتالي لما اقول لك ان القلم ده على ارتفاع معين من المسقط الافقي وموازي ليه، ابقى عارف ان اي نقطه موجوده على القلم ده الزد بتاعتها متساويه. هو ده اللي هو عمله هنا. قال لك ان البيز بارل للهوريزونتال، وبعد كده قال لك ان اداك نقطه A واداك الزد بتاعتها، واداك C وما قالكش الزد بكام، اداك استفهام عشان عايزك تبقى عارف ان ما دام البيز موازيه للمسقط الافقي، الزد اي نقطه على البيز الزد بتاعتها متساويه. فانا اقدر اشيل الاستفهام دي واحط مكانها واحد، زي ما هنا موجود واحد بالظبط. ودي كانت اول فكره في المساله. بعد كده عايزين بقى نمثل النقاط دي. نبتدي بالنقطه ايه. النقطه ايه مديني الواي بتاعتها بخمسة، يبقى همشي كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. بعد كده مديني الإكس بتاعتها باتنين، هنزل تحت واحد اتنين، تبقى دي كده بالنسبة لي إيه؟ داش. بعد كده الزد بتاعتها بواحد، هطلع فوق واحد، يبقى دي كده بالنسبة لي الإيه؟ دبل داش. بعد كده نمثل النقطة سي. النقطة سي الواي بتاعتها بتلاتة، يبقى همشي واحد اتنين تلاتة. كده مديني الزد الإكس بتاعتها بخمسة، إكس موجبة، يبقى هنزل تحت خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، تيجي معاك هنا السي داش. بعد كده عايزين نمثل السي دبل داش، يبقى عند نفس النقطة هطلع فوق واحد، وتبقى دي السي دبل داش. عايزين بقى نقفل المربع ده. نقفله ازاي؟ هنقفله بخصائص المربع. لو انا كان عندي مربع بالشكل ده، اول معلومة لازم ابقى عارفها انه لازم تبقى الحروف بتاعته بنفس الترتيب بتاع الحروف، يعني يبقى A B C D. ما ينفعش يبقى A C D B، لا لازم يبقى بنفس ترتيب الحروف. طب دي هستفاد منها ايه؟ هستفاد منها ان انا لما ابص هنا والاقي ان انا معايا AC، ان ده مش طول ضلع، ده طول قطر. ودي هتفرق، طبعا هتفرق، ده القطر بتاع المربع مش ضلعه. وده معناه ايه؟ معناه ان هو الخط ده كده. طب دي هستفاد منها ايه؟ هستفاد منها ان انا عارف ان الاقطار بتاعه المربع بتساوي بعض متعامده. يعني القطر بي دي لازم يكون عمودي عليه وبيساويه. ودي اقدر استفاد منها هنا، ان انا لو قدرت اوصل A B C ابقى عرفت ان هو ده طول القطر. طب انا عارف ان القطر التاني عمودي عليه وبيساويه، هل انا اقدر دلوقتي ارسم آه قطر تاني بينصفه وعمودي عليه؟ اقدر. احنا كنا خدناها في خصائص ان انت ممكن تنصف ضلع، ان انت ممكن تقف هنا تفتح مسافة بالبرجل بتساوي اكبر من نص الضلع، اي مسافة المهم تكون اكبر من اي سي، وتاخد هنا قوس، وتاخد هنا ايه؟ قوس. بعد كده تقف هنا بنفس الفتحة، تقطع القوس، تقطع القوس. تمام. بعد كده بقى تبتدي ان انت توصل الخط ده بده، ابقى انا كده قدرت انصفه بخط عمودي، صح؟ طيب بعد كده هل طول الخط ده هو كله طول القطر؟ لا، ده خط افتراضي. انا عارف ان طول القطر بيقع عليه، لكن هو فين بالظبط انا معرفش. بس انا عندي الاي سي، عندي طول الضلع الحقيقي. طب ما ده اقدر اسقطه هنا، اجيب بيه طول الضلع، طول سوري القطر بي دي. ما انا عارف ان اي سي بيساوي بي دي، صح؟ طيب هنعمل ايه؟ نقف مثلا هنا بسن البرجل، ونقف هنا ونعمل روتيت كده. هيقطع لك هنا في نقطة، وليكن دي هي جت عليها كده صدفة. وبعد كده اعمل هنا برضو، هيقطع لك هنا ايه؟ في نقطة. يبقى ادي النقطة وادي النقطة. مش شرط تيجي على دي، ممكن تيجي في اي حتة على حسب بقى. بعد كده اكمل بقى ترتيب الحروف. هنا A وهنا C، يبقى اكيد هنا B داش، واكيد دي ايه؟ الدي داش، صح؟ قفل بقى المربع بتاعك، اوصل بقى النقاط ببعضيها.
كده انت خلصت اهم حاجه في السؤال، وهو ان انت اصلا ترسم المربع. بعد كده بقى تبدا بقى تسقط الكلام ده فوق. انا عارف كده كده ان البيز بتاعته مادام موازيه للهوريزونتال، يبقى البيز بتاعته كلها اكيد بتقع على هذا الخط. انا معايا منهم نقطتين A و C. اهي السي خليها هنا بس هنا جوه شويه. اهي دي ال A دبل داش ودي السي دبل داش. اسقط بقى البي هتسقطها كده، تطلع معاك وليكن هنا تبقى دي البي دبل داش، والدي تسقطها برضو تطلع معاك وليكن هنا تبقى دي الدي دبل داش. بعد كده بقى ابتدي اشوف الارتفاع بتاعه اهو مديهولك ب4 سنتي. طب الارتفاع ده ارتفاع ايه بالظبط؟ ده ارتفاع المحور بتاعه، ده المحور بتاعه. وليكن مثلا هنسمي المحور بتاعه ام او في، اي حاجه سميناه مثلا ام. في محور كده عمودي في نص الهرم، هو ده الارتفاع. الارتفاع دايما بيكون عمودي، يعني عمر ما هيكون الخط بتاع الهرم هو الارتفاع، لا الارتفاع هو ايه؟ العمودي. طب الارتفاع ده جاي منين؟ جاي من هنا، من ده هنسمي ده وليكن ده ام داش. طب ما نطلع بالمحور كده لفوق، يجيب لي هنا، يبقى ده هنا كده الام ايه دبل داش. من اول النقطه دي اقدر ان انا اطلع بيها فوق بقى 4 سم. يبقى انا اطلع من هنا لهنا كام؟ 4 سم. يبقى المسافه من اول هنا لحد هنا كام؟ 4 سم. طيب الام هنعتبر ان الام دي مش في قاعده، يعني القاعده دي في قاعده تحت وفي رأس فوق، قمه رأس نقطه كده فوق. اللي في القاعده من تحت هنسميها ام، تمام. لكن قمه الرأس من فوق ممكن نسميها ايه؟ في، تمام. يبقى هنا النقطه دي مكونه من نقطتين، نقطة بتاعة القاعدة من تحت، ونقطة اللي في الرأس فوق، رأس الهرم من فوق. لو اعتبرنا ان ده هرم، فايه دي الرأس بتاعته، هنسميها في. يبقى هنا برضو على نفس النقطة دي في ايه؟ في داش. وهنا بقى الفي هنا دي الفي دبل داش. يعني هنا النقطة كانت عبارة عن ام داش وفي داش لانهم منطبقين على بعض. لكن لما جينا رسمناهم فوق، لا، النقطة بقى اللي تحت اللي في القاعدة اللي هي الام اللي سميناها ام كانت هنا، والفي بقى اللي في الرأس بقت فين؟ هنا. اوكي. نبتدي بقى ان احنا نوصل الخطوط. علشان اوصل لازم ابص على حاجة. ده بالنسبة لي ايه؟ الرأسي. طب الرأسي انا ببص على الجسم، ببص عليه من هنا. فوانت باصص من هنا تبتدي تشوف انهي ضلع فيهم باين معاك وانهي مش باين معاك. لو انا بصيت هل البي دي باينه معايا؟ انا لو مشيت كده اقدر ان انا اخبط فيها. يبقى هاجي من عند البي واوصلها بالفي عادي جدا، مفيش اي مشاكل. بعد كده اروح على اللي بعديها. هل انا قادر امشي من هنا اوصل للايه؟ لا لا، ما اقدرش اوصل لها. الايه انا مش شايفها. يبقى هاجي عند الايه واوصلها بالفي، بس هعمل الخط ده داش. ليه؟ لان انا مش شايفه. خد بالك الخط بتاع المحور ده بيبقى خط خفيف جدا لان ده مش تبع الرسم. ماشي. طيب يبقى ده ايه داش عشان انا ايه مش شايفه، وده خفيف كده جدا. اوكي ماشي. بعد كده نكمل. سي انا شايفه، انا لو مشيت كده هخبط فيه، يبقى اطلع من عند سي واوصله بالفي. دي هل انا لو مشيت كده هشوفه؟ هشوفه، يبقى برضه اوصله كده. ابقى انا كده قدرت ارسم الهرم بتاعي كده كده، وتبتدي ان انت تقف هنا وتعمل لها روتيت. جبت النقاط بتاعتك صح. هبقى عارف برضو ان هي تبقى على نفس الخط ده، فهتبتدي ان انت تسقطها هنا كده بالمنظر ده. وهتبتدي بقى ان انت تطلع بالهرم عادي جدا. بس لما هتيجي تبص عشان تعرف انهي خط معاك داش وانهي مش داش، يعني ايه اللي انت شايفه وايه اللي انت مش شايفه، بدل ما كنا بنبص من هنا، كل الفكره ان احنا هنبص منين؟ من هنا بس. وتشوف بقى ايه اللي هيجي معاك وايه اللي مش هيجي. على ما اعتقد اللي هتلاقيه معاك داش هيبقى الدي، هو اللي احنا مش شايفينه بس، ويبقى نفس الارتفاع طبعا. السؤال ده عايزني ارسم هرم خماسي. مديني الارتفاع بتاعه، قال لي ان الارتفاع 5 سنتيمتر،
وقال لي ان البيز هي عبارة عن ABCDE وتقع على المسقط الافقي. طب يا استفاد منها ايه ان هي بتقع على المسقط الافقي؟ استفاد ان اي حاجة لو وليكن ده المسقط الافقي، اي حاجة بتقع عليه الزد بتاعتها بزيرو، مفيش ارتفاع. انا عارف ان المسقط الافقي مكون، احنا قلنا الكلام ده في اول فيديو، ان المسقط الافقي مكون من اكس وواي مفهوش زد، وبالتالي اي حاجه بتقع عليه مفيهاش زد، الزد بتاعها بزيرو. لذلك تيجي تبص على النقاط تلاقيه مديك النقطه ومش مديك الزد، مديك علامه استفهام. يبقى انا اقدر اشيل علامه الاستفهام دي من هنا وهنا واحط مكانها زيرو. في فكره تانية، ممكن يقول لك البيز بتاعته بارل للهوريزونتال موازيه للمسقط الافقي. دي استفاد منها ايه؟ استفاد منها ان انا لو معايا حاجه موازيه للافقي، الارتفاع هنا قد الارتفاع هنا، الزد متساويه. بس في الحاله دي لازم يديك الزد بتاعت نقطه واحده منهم عشان تاخدها تنقلها هنا. لكن لما بيقع على المسقط الافقي عادي ممكن ما يدكش الزد في اي نقطه، لان انت عارف منك لنفسك ان الزد هتبقى في زيرو في كله. اوكي طيب، عايزين بقى بعد كده نمثل النقاط دي. نبتدي بالنقطه ايه. النقطه ايه بيقول لي ان الواي بتاعتها بواحد، يبقى هاجي هنا واحد. بعد كده قال لي الاكس بتاعتها باتنين، اكس موجبه، يبقى هنزل تحت اتنين وتبقى دي بالنسبه لي الاي داش. والاي دبل داش قال لي الزد بزيرو، يبقى الاي دبل داش بتقع على الجراوند لاين، يبقى هنا الاي دبل داش. بعد كده النقطه بي. النقطه بي الواي بتاعتها بخمسة، همشي خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بعد كده الاكس بتاعتها بواحد، يبقى هنزل واحد وتبقى دي بالنسبه لي البي داش. وانا عارف ان اي نقطه بتقع على الجراوند لاين خلاص كده، يبقى هنا البي دبل داش. بعد كده اوصل ده بده، ابقى انا كده معايا ضلع. هنا بقى الفكره ازاي ترسم خماسي بمعلوميه ضلع، ودي خدتوها في اول اساينمنت. هنروح نشوف بقى ازاي بنرسم الخماسي بمعلوميه ضلع عشان بس ما نبوظش الرسمه، ونرجع هنا تاني ونقفل الخماسي بتاعنا ونبتدي بقى ان احنا نطلع بالهرم. وليكن مثلا اداني خماسي، اداني الضلع بس، وعايزني اكمل الخماسي، عايز ارسم خماسي بمعلوميه الضلع. اول حاجه هعملها ان انا هنصف الضلع ده بالطريقه اللي احنا عارفينها. بعد ما نصفته ابتدي اعمل خط عمودي بيساوي طول النص ده، اخد النص ده واطلع بيه عمودي. بعد كده ابتدي ان انا اوصل بالنقطه دي وامدها كده قدام شويه. بعد كده هاخد الطول اللي انا طلعت بيه عمودي ده اللي هو النص، واركز هنا بالبرجل واقطع بيه هنا. بعد كده هاخد الطول من اول هنا لحد هنا، اخده بالبرجل. بعد كده اركز بالبرجل هنا وابتدي ان انا اعمل قوس. بعد كده اركز بالبرجل هنا بنفس الفتحة واقطع القوس ده. كده انا جبت كمان نقطة، فاضل لي نقطتين، نقطة هتكون هنا ونقطة هتكون هنا. انا معايا طول الضلع ده، اقدر ان انا اخده، افتح البرجل واركز هنا واعمل من هنا قوس، واعمل من هنا قوس، ونفس الكلام اركز هنا اقطع القوس ده واركز هنا اقطع القوس ده. وبكده انا جبت بقية النقاط، ابتدي اوصلهم ببعض. كده انا جبت الخماسي بتاعي. لو بقى عندي خماسي وعايز احدد المركز بتاعه عشان ارسم الهرم، احدده ازاي؟ امسك اي نقطة وليكن النقطة دي، واطلع منها خط يكون عمودي على الضلع ده كده، ده اول خط. وامسك اي نقطة تانية وليكن النقطة دي، وامشي منها برضو خط هيكون ايه عمودي على ده. ابقى انا كده عملت خطين قطعوا لي في نقطة، يبقى النقطة دي هي نقطة ايه المركز. لان كل الخطوط يعني لو الخط ده هيكون عمودي على ده، وده برضو عمودي على ده، وهكذا. هم كفايه بس خطين حددت بيهم المركز. بعد ما حددت بقى المركز تقدر ان انت ترسم الهرم عادي جدا، توصل بقى ايه الخمس اركان بتوعك بالمركز دول اهو. نرجع بقى للخماسي بتاعنا، وليكن ان احنا خلاص عرفنا الطريقه وخلاص هنقفلنا الخماسي بتاعنا. يبقى هنقفله مثلا وليكن طلع معانا النقاط دي
يبقى هنا A B داش C داش D داش E داش. وهنا نبتدي بقى نسقط النقاط دي فوق، واسقط دي، تبقى دي كده ال C دبل داش، ودي ال E دبل داش، ودي كده تبقى بالنسبة لي ال D دبل داش. طبعا ده هرم، الهرم بتبقى الخطوط متوصلة ببعض، ده مش خماسي بس، ده هرم خماسي، يعني لازم يبقى عندك قمة رأس وتوصلهم كده ايه ببعض. ده المنظر اللي باين من فوق، اوعى تنسى تعمل دي. دي كده بالنسبة لي قمة الرأس. قمة الرأس بالنسبة لي مكونة من حاجتين. انا عندي تحت في خماسي، اوكي، وليكن ده خماسي مثلا يعني. فالخماسي ده المركز بتاعه بتاع الدايرة بنسميه ام، تمام. لكن في نقطة تانية، وهي النقطة بتاعت قمة الرأس فوق خالص، احنا قلنا دي القاعدة. لكن لو طلعت فوق وبصيت على الهرم من فوق، وليكن ده هرم، ففي قمة رأس فوق دي بقى بنسميها في. اذا هنا في اتنين، في النقطة بتاعت القاعدة من تحت، ودي اللي هي ام داش اللي هي مركز الدايرة، وفي النقطة اللي فوق في قمة الرأس، ودي بنسميها الفي داش. يبقى في نقطتين هيبانوا بقى معانا فوق، انهي واحدة فين ودي فين والكلام ده. هنسقطها فوق، تبقى دي كده بالنسبة لي ايه الام دبل داش، ده مركز الدايرة بتاعة القاعدة. دي اللي انا بطلع منها الارتفاع. الارتفاع يا جماعة بيكون دايما عمودي، يعني عمر الارتفاع ما هيبقى اللي هو طول الخطوط دي، لا مش ده. الارتفاع هو طول المحور العمودي اللي طالع من مركز الدايرة. طب انا جبت النقطة اللي تحت في القاعدة، اقدر اطلع منها بقى ال5 سنتي بخط محوري كده خفيف. يبقى من هنا لهنا كام؟ 5 سنتي، اوكي. يبقى دي بقى قمة الرأس اللي انا بتكلم عليها، اللي هي الفي دبل داش. يبقى هنا الام والفي كانوا منطبقين على بعض، لكن هنا بانوا بقى، هنا الام فين والفي فين. طيب بعد كده بقى ابتدي ان انا اوصل بقى الكلام ده. بس اخد بالي من حاجة، انا دلوقتي بجيب فوق مسقط رأسي، فانا لما باجي ابص على حاجة علشان اشوف المسقط الرأسي بتاعها، تبقى الحاجة دي موجودة هنا، انا ببص عليها من هنا. وبالتالي انا لما اجي ابص دلوقتي هبص منين؟ هبص من هنا واسقط الكلام ده فوق. فوانا ببص لازم اشوف ايه النقاط اللي هتبان معايا وايه اللي مش هيبان، تمام. طيب هبتدي باول نقطه وليكن النقطه سي. هل انا اقدر امشي اخبط فيها؟ اقدر اخبط فيها. يبقى الضلع سي باين معايا، يبقى انا اقدر اوصل سي بالفي. بعد كده هل بي اقدر اوصل لها من هنا؟ لا ما اقدرش اوصل لها من هنا، مش باينه معايا. طب هل في خط تاني منطبق عليها؟ هل الدي انا شايفه، بس هل هو منطبق عليها؟ لا مش منطبق عليها. يبقى دي انا لا شايفها ولا في خط تاني منطبق عليها. في الحالة دي بعملها ايه؟ داش. يبقى هوصلها بالفي بس بخط ايه؟ داش. خد بالك الخط بتاع المحور بيبقى خفيف مش باين، اوكي، عشان تفرق بينه وبين ده. الخط بتاع المحور ده خط افتراضي من عندنا، لكن هو مش باين، تمام. بعد كده النقطة دي، طيب الدي انا شايفها، اقدر اخبط فيها، يبقى هطلع من عند الدي واوصلها بالمحور كده. لو كان الدي جاي كده سنة منطبق على البي، برغم ان البي انا مش شايفها، هضطر ان انا اعمل الخط ده، اعمله سوليد مش هعمله داش. حتى لو البي انا مش شايفها لانه منطبق على بعض، لكن ما انطبقوش، يبقى اللي مش شايفه اعمله داش، واللي شايفه هعمله سوليد عادي، اوكي. بعد كده نروح للي بعديها، والنقطة A. هل النقطة A اقدر اوصل لها؟ لا بيتهيألي ان انا ما اقدرش اوصل لها. طب هل في نقطة تانية منطبقة عليها؟ وبرضه دي مش منطبقة عليها، يبقى ال A بالنسبة لي داش. بعد كده النقطة E اقدر اوصل لها؟ طبعا E قدامي هنا اقدر ان انا اوصل لها، يبقى ال E بالنسبة لي سوليد مش داش.
وابقى انا كده قدرت ان انا ارسم الهرم الخماسي بتاعي. طيب ممكن بقى يطلب منك، عايز مثلا هو عايز المسقط الجانبي. ده طبعا بقى سهل جدا. بعد انت خلصت الرسمه، كل اللي انت هتعمله هتسقط بقى النقاط دي كده كده. انا اقول لك على الفكره وانت تكملها. بعد كده تقف هنا بقى بسن البرجل وتعمل روتيت للنقاط دي. تمام. كده كده اصلا القاعده برضه هتكون هنا بالظبط، هتطلع بنفس الارتفاع، وهتجيب الفي بتاعتك. بعد كده هتوصل بقى، وهتبتدي بقى تشوف منين. انا هنا في الرأسي كنت ببص من هنا، لما اجي اجيب الجانبي هبص منين؟ لا، هبص بقى من هنا. هبقى انا باصص منين؟ من هنا. وابتدي بقى اشوف من هنا انهي خط باين معايا وانهي مش باين، واللي باين هعمله سوليد، واللي مش باين هعمله داش. وبكده يكون انتهى الفيديو. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.